فنعود إلى قول الله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والمقصود عندنا اليوم الحديث عن بصيرة من أهم بصائر القرآن، وهي هذه المفاصلة الفاصلة بين أهل الجنة وأهل الجحيم، نعوذ بالله من هذه. والشيء الذي يضر المسلمين ويغر الغافلين هو عدم الانتباه إلى هذه الحقيقة العظيمة التي هي حقائق من أعظم حقائق القرآن على الإطلاق بعد الإيمان بالله، وقد بينت ذلك وذكرته في الحصة السابقة، حيث قارن الحق الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر في غير ما مناسبة وفي غير ما سياق. وفي الحديث مثل ذلك: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فالآخرة أو معرفة الآخرة علم من العلوم، كما ورد في الحديث في وصف الإنسان الجاهلي الذي يطغى بذنوبه الجعذري الجواز كما سبق بيانه من قبل، أنه عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. ويفيد بدلالة المقابلة والمخالفة أن المؤمن الصالح يكون عالما بالآخرة أكثر من علمه بالدنيا. فالعلم بالآخرة معرفة ربانية يجب أن نتعلمها، وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يسعى لاكتسابها. وحينما يجهل الإنسان هذه الحقيقة يفقد أول ما يفقد التقوى، لأن التقوى لا تتحقق في قلب العبد إلا بعلم الآخرة. وهذا من الأسئلة الإشكالية الواردة بكثرة بين الناس. شحال من واحد يسول: كيفاش ندير نحقق التقوى في قلبي؟ كيف أحصل الخشوع في صلاتي مثلا؟ هذا لا يقع بقلب العبد إلا إذا اكتسب علم الآخرة، وعلم الآخرة علم يكتسب. فإذا حقق العبد بهذا العلم التقوى أمكنه بعد ذلك أن يزيد فيحقق الورع، وخير دينكم الورع، كما في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحق يقول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته. وسبق القول أن معنى الإحاطة في الأصل تستعمل في الدلالة العسكرية، أحاطت به الجند، إلا أن يحاط بكم، أي أن تعتقلكم جماعة عسكرية أو عصابة أو شيء من هذا القبيل وتحاصركم حصارا عسكريا، إلا أن يحاط بكم. وأحيط بثمره، أي أن الله أرسل عليه جيشه من السماء فأحرقه. فالخطايا والذنوب تحيط بالعبد، تعتقل قلبه. وبين الحق جل وعلا أن الإنسان بجهله وعماه بالعمل اللي كيصيبه يكتسب الخطيئة. بلى من كسب سيئة، فإذا كسبتها أحاطت بك. كيف تكسبها وأنت تعلم أنها جمر، أنها جحيم، لجهلك بها؟ أن الدري الصغير ملي تحط له جمرة يمشي لها يهزها، بريقها يغريه، يشوف ديك الجمرة كتبرق يسحب له لعبة يمشي يجري يهزها. فجهله بالجمرة جعله يغفل عن حقيقة الألم الذي تنطوي عليه فيحرق نفسه بنفسه، ولذلك هو يكسبها. بلى من كسب سيئة. ومن هنا العبد الذي وقع بقلبه هذا العلم، علم الآخرة، يعرف أن عليه أن يعامل ربه بالورع لا أن يحاسبه. هذا الجهل الكبير الذي بين الناس اليوم أو بين كثير من الناس بالأحرى، كيتحاسبوا مع رب العالمين، هما كيحاسبوا الله الآن. هذه من المصائب الكبرى في الدين. ولو يحاسبهم الرب جل وعلا لعذبهم، نعوذ بالله من الحساب، لأنه ثبت في حديث عائشة الصحيح: من نوقش الحساب عذب، نعوذ بالله من العذاب. يعني أن الله جل وعلا لو يحاسب عبدا من عباده ولو كان نبيا لعذبه. لأن ايش معنى الحساب؟ يعني أرى الحساب كما أنت في التجارة مثلا تعطي الواحد رأس المال وتعطيه الحانوت أو تعطيه الشركة أو تعطيه الإدارة ديالها، وفي آخر السنة تقول له أرى الحساب. فلو شئت إذن أن تغرقه لأغرقته ولجعلته من الخاسرين، لكن هو في الحساب ديال الدنيا ممكن يربح معك، لأن المحاسب هنا لا يكون إلا بشرا. أما حساب الله فشأن آخر، لأن الله أعطاك الخلقة وأعطاك العمر وأعطاك الدين، فوفي الحساب. إذن أعطاك الخلقة ديالك، صورك وعدلك، برأك سبحانه وتعالى بما لا يمكن أبدا أن يجازى، ما يمكن لكش نهائيا
تخلص هذه النعم اللي أعطاك رب العالمين في هيئتك. مازال ما نتكلموش على الأرزاق وما شابه ذلك، الهيئة ديالك، خلقتك، كيف تشرب الماء، كيف تأكل، كيف تتنفس الهواء، وتعيش ببدن مكتمل الخلقة، كل شيء فيه يؤدي وظيفة دقيقة من أدق الوظائف الحياتية، وتعيش بهذا الجسد العجيب الذي يحمل الروح ويتنفس بنفس. فلو أن الحق طلب منك شكر هذه النعم، نعمة الخلقة، لكنت من العاجزين قطعا. مستحيل أن يزعم أحد من الناس أنه شكر لله ذوقة لسان، يعني أنك تدير لسانك على شي حاجة من الأطعمة وتذوقها وتدرك صنفها من المذاقات، ما تقدرش تخلص عليها رب العالمين أنه أنعم عليك أن ذقت فعرفت ما ذقت. الذوق الملوحة والذوق الحلاوة والذوق الحموضة والمرارة، كل ألوان الأذواق، وتميز بين هذه وتلك. مستحيل إنسان أنه يخلص لرب العالمين شيء من دقائق الخلقة وعجائبها وغرائبها. أنك تخلص للحق سبحانه وتعالى نظرة واحدة أو لقطة واحدة في الحياة، في جمالها وفي بهائها، في التمييز بين الألوان والأشكال والمسافات والهيئات والهياكل. لو تدبرت هذا وحده لما وسعك العمر كله لتصل إلى حقائق النعمة الإلهية الكبرى في الخلق، غير نعمة الخلق وحدها، وما أدراك ما نعمة الخلق، ما يقدرش الإنسان يحصيها، فما بالك بالنعم كلها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة جزئية، خذ لك البصر أو الذوق أو اللمس أو أي شيء، فحاول أن تتدبر وأن تتأمل عمق تلك النعمة، ما توصلش للنهاية ديالها. قد يصاب الإنسان بمرض فقدان حاسة الشم، ما يفرق بين طيب والخبيث بأنفه وحاسة شمه، فيجد نقصا ويجد عجزا في إدراك كثير من أسرار الحياة، أسرار ديال الحياة. مجال الشم يوجد الإنسان نفسه عاجز بمرض يلم به والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم. ولا يدرك حاسة اللمس، نسأل الله العافية. كاين بعض الأمراض كتخلي الإنسان يفقد حاسة اللمس، ما يحس والو. ولللمس مقاصد من النعم لا تحصى، لا تحصى، فيها أمور نفسية ووجدانية من أغرب الأشياء، شيء عجيب جدا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ رب العالمين إشارة دقيقة جدا إلى الشفتين، وهذه من التأملات النفسية، من الأشياء الغريبة جدا. تأملوا كيف يستطيع الإنسان بقبلة من شفتيه، لنقل ولا حياء في الدين، من زوجته، ويأخذ نوعين من الذوق، نوعا جنسيا في حين، وفي حين آخر نوع ديال الرحمة. فرق كبير، إذ تقبل زوجتك وهي مريضة تشفق عليها، في حين آخر وهي مقبلة عليك. كي تدير يعني تفرق بيناتهم ماديا؟ مستحيل. شيء غريب جدا في آلة اللمس بالشفتين، شيء عجيبة. الذوق للمادة الواحدة في اللسان، خلي الآن نعمة الكلام واللغة، الذوق الواحد في اللسان للمادة الواحدة، خليه يكون عسل أو حليب أو ماء، ماشي. في حالين تجد له حالين، واحد النعمة نفسها أنت مولفها، تذوقها في واحد اللحظة تجيك في شكل، تبدل الحالة ديالك تذوقها في لحظة أخرى تجيك في شكل آخر، وهي ولسانك هو لسانك. أحوال نعمة الذوق، كنتكلم عن الأحوال ماشي عن الأشكال. ماشي تقول ودي هذه حمضة، هذه مرة، هذه حلوة، لا، جعلها حلوة وجعلها مثلا عسل أو أتاي، كيعجبك أتاي مزيان، واحد اللحظة تذوقه وتلقاه ممتاز، هو نفس المقاييس نفس المقادير، واحد اختر ما تقدرش تسلكه، وحتى حاجة ما تغيرت إلا حالتك النفسية أنت. أشياء غريبة جدا في هذه النعم التي أعطاك الله جل وعلا. يستحيل 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 على الإنسان أن يزعم أنه أحصى نعمة جزئية من دقائق النعم. أما نعم الله الكبرى فهذه الخيال كإحماق، والدماغ يتفجر دون الإحاطة بها أو دون الاقتراب والتفكير في إمكان الإحاطة بها. شيء عجيب جدا. فلا يملك الإنسان إلا أن يرجع إلى وراء، إلا أن ينقلب إلى وراء ضعيفا عاجزا عن شكر الله. يعجز الإنسان عن شكر الله عجزا، الشكر الكامل الحق مستحيل. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني الإنسان يتأمل أي شيء في خلق نفسه أو خلق الكون يجد العجز التام
عن الإحاطة بتلك النعمة إحصاء، غير زعما تضبطها وتقول ها راسها رجليها. هذه النعمة ما تقدرش ما تكملهاش في الفهم وفي الإحصاء وفي الإدراك، ولو كانت هذه النعمة ملتصقة بك في خلقتك وهيئتك، فما بالك أن تشكرها. إيوا الحاجة أنت ما قدرش تحسبها، أعطاك ربي بلا حساب، وما كاينش شي واحد اللي ما عطاش ربي بلا حساب. كل الناس أعطاهم الحق من النعم ما لا طاقة للإنسان على إحصائه. خذ غير البدن ديالك، فيه من النعم ما لا طاقة للإنسان بإحصائه. يتوهموا بعض الناس يقول لك يقدر يحصي يعني نعم البدن، تحصي الشكل المادي ديالو، تحسب له عظامه وأعصابه وشعره، حسبه. ولكن ليست هذه النعم فقط، وإنما نعم ما يقع بهذه الآلات، ما تلمسه بأصابعك، ما تبصره بعينيك، كل الوظائف ديال الهيئة البدنية ظاهرا وباطنا، هذا مستحيل أنك تحصي. وأعطيتكم مثال في الشفتين، فما بالك بتقبيل الأبناء والأقارب، أشياء غريبة جدا لها مذاقات يستحيل على الإنسان حتى أن يعرفها، يعطي لها تعريف، هذه كيدير وهذه كيدير، ما تقدرش. وإنما ذلك شيء تجده في قلبك وتشعر به في وجدانك، لا تستطيع أن تعرفه، مستحيل أنك تعرفه وتشرحه. تقول داك الشيء كنشعر به ونحس به كان، فكيف يمكنك أن تزعم أنك قادر على إحصاء هذا؟ بلها أن تكون له من الشاكرين على التمام والكمال. رب العزة يطلب منك إذن رأس مال البدن. ها رأس المال ديال البدن أعطاك، خلينا من الربح دياله، جيب رأس المال من النعم شكرا لله جل وعلا، لا أحد يستطيع. ثم أعطاك بعد الخلقة عمرا، أعطاك فترة زمنية من ولادتك إلى موتك، هذا رأس مال آخر، هو الزمان، هو العمر، فين دوزته؟ لأن هالآلة ديالك اللي هي البدن فين خدمتها طيلة العمر، هذا حساب آخر. كل وقت يحاسب عليه الإنسان، إن حقا فحق وإن باطلا فباطل. ثم بعد ذلك الهداية، لأن الله تعالى ما خلنا شيء بالعمر وبالبدن وطلقنا نسرحه، بل أنزل كتبا وأرسل رسلا، فجاء الأمر والنهي منه جل وعلا، افعل لا تفعل، ماذا صنعنا في افعل هذه ولا تفعل. ولذلك قال من نوقش الحساب عذب. ولذلك قال أيضا لا يدخل الجنة أحد بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نسأل الله عز وجل أن يجعل من المرحومين أجمعين، وأن يتغمدنا برحمته سبحانه مع النبيين والصديقين والصالحين. ولذلك يتعجب المؤمن العجب العجاب من قوم يحاسبون الله في الدنيا. كثير من الناس يتحاسبوا مع رب العالمين. كيف الإنسان يتحاسب مع رب العالمين؟ كيبدأ يقلب على الحرام يقدر كيدير يدوزلو. وهذا الله حرم عليك الربا، حرم عليك الخمر، حرم عليك المحرمات، وأوجب عليك واجبات. فالواجبات بنادم كيبدأ يقلب على الفتوى ويقلب كيدير يتنصل من واحد الواجب معين، يتفك من واحد الزكاة ما عنده ما يدير بها، يبدأ يتحايل عليها. هذا هو معنى كيتحسب مع الله تعالى، يخصو الحساب مدقق، ياخذ حقه كامل كما يزعم، هكا كيتوهم هو، وخصو يعرف فين كاين الربا، فين ذاك الحد ديالو النهائي، باغي يدوز حداه، هو كيقول لك انا ما باغيش نمسو، هكذا يدعي، ولكن هذاك الحلال اللي حداه خصني ندي. هو هذا اللي في الحديث صاحب الحمى الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. إنسان يعني الله تعالى حد حدودا، فبين الحرام وبين الحلال وجعل بينهما حدا، كيجي بنادم حتى لهذاك الحد، وفي ديك القنيطره الرقيق، هذاك الصراط الدقيق بين الحرام والحلال، يقول انا بغيت نمشي هنا ويمشي. هكذا يسيرون عجبا عجبا، ويمشيوا النصوص قطعية الدلالة والثبوت من كتاب الله، لا تحتمل تأويلا ولا تغييرا ولا تبديلا. يبدأ يأول فيها لا، الله تعالى ما قصدش هكذا، انت دخلت له في نفسه سبحانه وتعالى. شيء غريب جدا، أشياء مقطوعة معلومة منذ 15 قرنا من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما خالف فيها أحد من العالمين، ما عمر شي واحد ما قال فيها غير الكلام المجمع عليه، من تحريم الخمر أو تحريم الربا أو إيجاب الستر على النساء، أو أشياء اللي معلومة من الدين بالضرورة كعلمك بوجودك، باش عرفت راسك انت كاين، هنا انت كاين، كتاكل وتشرب وتفيق وتنعس. هذا الحماق إلا بديت تتقلب على راسك على دليل بأنك انت كاين، فضينا ما بقاش الحياة حياة. فإذا حقائق مقطوع بها من الدين ثابتة معلومة، يجي بنادم تمحك معها، هذا عنده مشكل. فين عنده مشكلته؟ جاهل بالآخرة. لو كان يعلم ويعرف
أن لله نارا وأن له جنة ويقطع بتلك المعرفة حقا لما جرؤ على مثل هذا الكلام، بل أن يكون من التاركين للحق والفاعلين للباطل. العبد المؤمن حينما يبصر حقيقة الآخرة يقع بقلبه خوف الله جل وعلا، كما وقع بقلب الأبرار الخاشعين الذين قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، عارفون عراف أهل معرفة بالله وباليوم الآخر، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. كل واحد والشاف اللي بنت له شي حاجة راه غادي ليها، والله جل وعلا جعل طريقين لا ثالث لهما. عندك تغر بمن يزعم لك أنها هنالك طريقا لا هو طريق الجنة ولا هو طريق النار أبدا. وثبت في الحديث فوالله إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، صلى الله عليه وسلم. والعيش الحق إنما هو في الجنة، أما عيش الدنيا فمجاز، ما دامت النعمة في الدنيا ليست مطلقة ولا خالدة، وكل نعمة منتهية فانية لا حلاوة لها على الحق، وإنما حلاوة المطلقة لأهل الجنة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة كما في الحديث، إلا عيش الآخرة، هذا هو العيش الحقيقي. الإنسان يكون كيتبصر وكيتأمل في الحياة، لو كان من الراشدين المبصرين يشوف سبحان الله أي نعمة كما بغت تكون لذيذة كتسالي. ما قيمة النعمة اللي كتسالي؟ تنتهي تفنى. تخيل النعم اللي بغيت، الملذات اللي جوك على خاطرك من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والزواج، ما شئت النعم كلها تنتهي. بنادم كتجيه الأمنية والشوق أنه يبني دار ويدير فيلا ويدير فيها أشجار إلى آخره، يبنيها ويكملها يجلس فيها أيام، تبدأ يتأمل، واحد النهار يخرجوه منها على نعشين ويتركها ويغادرها. ما قيمتها إذا؟ ايش من سكان هذا؟ والسكن من السكينة، فكيف تسكن في مكان أنت تغادره حتما تبنيه وتكمله ويخرجك منه إلى تراب؟ حقيقة يعني المذاق ديال النعمة بالإحساس يعني ديال الطمأنينة الكاملة والله لا وجود له في الدنيا قطعا. يشتاق الإنسان إلى البنين والبنات، يدير الأولاد وهو لا يعلم أنه حينما يولد له إنما يرى نواسخه، هذوك هما اللي غينسخوك. ينسخوك يعني يحيدوك، راه جاو باش يقعدوا في موضعك باش تموت انت. فترى لو كنت من المبصرين في ابنك خلفك، إذن أنت راحل. وش من نعمة هي اللي غتمتع بها وانت غتموت وتخليها؟ لا شيء في الدنيا هو على كمال التمتع. تمتع يعني الكامل ما موجود إطلاقا، لا وجود له. كذب من زعم أنه يتمتع بالدنيا على التمام، فإنما هو يغر نفسه من بعد ما غره إبليس. كل شيء في الحياة ينتهي بمجرد أن يبدأ، غير يبدأ اكمل، غير يبدأ اكمل. ولذلك قلت مرارا أجود أنواع التمتع الاشتهاء. أحسن متعة هي تشهى الحاجة، أما إذا حصلت عليها ما بقاتش متعة. أجود مذاق الطعام هو قبل ما تأكله، لذيذ قبل أن تأكله، لكن مجرد ما تبدأ يعني نفسيا وواقعيا اللذة تبدأ في النقصان باللقمة الأولى. فيك جوع أو فيك يعني رغبة في أكل شيء ما، راه لذيذ وبنين بزاف ما حدك ما كليته. لما تأكله صحيح ستشعر بمتعة كبيرة جدا، لكن هذيك هي الأولى، من وراها تجي قل منها ما تجيش أكثر منها. لكن يعني الفرق دقيق ما كتحسش به، بحال نمشي كسير عقرب الساعة، بحال المولي ديال الساعة راه نقص، اللقمة الثانية ناقصة، الثالثة ناقصة، الرابعة كتنقص حتى تنقطع، كتولي صفر ديال المتعة، حتى تصبح العكس عود تماما. سبحان الله العظيم، تولي عود تشمئز، كتعيف هذاك الطعام حتى أنك تشم ريحته تبغي ترد، وهو اللي عاد قبل قليل كنت في أشد الشوق إليه. بعض الأحيان يكون عندك يعني جوع شديد ورغبة في شهوة من الطعام، لما تحصل عليها كتبدأ ذيك المتعة الأولى في اللقمة الأولى وتستزيد وتستزيد، أنت كتقول بركة. علاش كتقول بركة؟ لأنك في الحقيقة لم تعد تستسيغ الطعام متعة ولذة، بدأ ينقص، وذلك هو حد الشبع. إلا مشيتي بقيت كتزيد غادي تولي تعيف هذاك الطعام لواحد الدرجة أنه يمكن ينقلب إلى ضده. وشحال من واحد معروفة هذه في الحياة الاجتماعية والنفسية،
أنه ملي كياكل شي مرة شي ماكلة أكثر من القياس كيعيفها عمره كامل تيموت. وأعرف شخصيا قوما من الذكور والإناث ممن لا يقبل العسل ولا رائحته، غير يشم العسل يبغي يرد، لأن أعطوه له في شي وقت حتى فات القياس في الماكلة ديالو ولا عنده العسل نيقمة تعطي له بحال غتعذبوا لا تاكلوا العسل. شي غريب سبحان الله العظيم، وهو من أحلى الأطعمة كما تعلمون. وبزاف ديال النعم كنعرفوها بنادم كتبقى تعجب كتقول هذا ما كياكلهاش كتعجب سبحان الله العظيم. فلذلك المتع في الدنيا يعني التمتع الشهوات مجازية لا حقيقية، وإنما المتع الحقيقية هي متع الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فهو عليم عليه الصلاة والسلام بما يقول، هذا حديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف العبد إذن أن طبيعة الدنيا إلى فناء، وأننا نمضي كما تمضي أوراق الخريف، أعمار ديالنا سبحان الله تتناثر كما تتناثر أوراق الشجرة يوما عن يوم. شيء عجيب جدا. الإنسان لما يتأمل يعني الحياة والعمر ديالو يجد العجب. كلنا كيتذكر الطفولة ديالو كتجي بحال البارح، كيبدا يتعجب واش فعلا وصل لهذا السن. انا بالمعقول نحكي لكم على راسي عدو بالله، قلت انا بعض الاحيان كنشوف ولادي وبناتي تبارك الله كبروا قراب ولاو قدي بالطول اكثر من قبل، تعجب نقول واش هادو ولادي فعلا بصح. لكن الانسان بعض الاحيان لان كيكبروا ولادك وما كتثق خبر بسبب انك منغمس في الحياه الاجتماعيه. وانا عاد البارح دري، انا باقي شعر براسي باقي دري صغير، لانه الوقت كيمر على الانسان لا يدري كيف. عمر الانسان كلمحة البصر أو هو أقرب. لا أحد لو تأملنا جيدا عنده عمر طويل، ما كاينش اللي عنده عمر طويل، لأن الحاجة المعدودة، الحاجة اللي كتحسب راه ماشي طويلة. حاجة فيها 1 2 3 4 وصل 100 وصل 120، المهم غادي يكمل 1 2 3 4 نحسبها 120 احنا كملنا، مع أنه ضربون من الخيال. فلذلك إذا آمن الإنسان بالله، قضية إيمان وآمن باليوم الآخر، يعني أن الله على حقين وهو الحق سبحانه فيما وعدنا من البعث. قضية واحدة، واش كاين الحياة بعد الموت ولا ما كايناش؟ إذا كاينة خصنا نفكروا كيفاش نديروا نعيشوا حياتنا الحقيقية اللي هي حياة ما بعد الموت. وإذا ما كايناش كلام آخر. أما نص إيمان ما عنده من يصلح، وما خرج على عباد الله غير هذا نص إيمان، مسلم وماشي مسلم، مؤمن وماشي مؤمن، كإيمان المعري. يحكيوا على الشاعر المعري العربي المعروف، عاش في العصر العباسي، كان الوقت كان انتشرت فيها الزندقة. هذه الزندقة هي واحد المعنى دخل مع الفرس، واحد العدد ديال الفرس لما تغلبت الحضارة ديالهم وانهزموا في المعركة القادسية دخلوا للإسلام، ولكن ماشي كلهم طبعا، لكن بعضهم دخلوا للإسلام ولكن ماشي بنية الإسلام، بنية ديال يخربوا الإسلام من الداخل، ودخلوا واحد العقائد مفلسة، واحد العدد ديال تقديس النار ومجموعة من الطقوس اللي كانت عندهم في الديانة ديالهم المجوسية، ولبسوها في واحد العدد ديال الطوائف والمذاهب، وصنعوا واحد العدد ديال الخروقات في الدين، ونشروا واحد العدد ديال البدع، وانتشرت هذه الزندقة. حتى إن منهم من يقول إن البعث لا يكون إلا بالأنفس والأرواح ولا يكون بالأجساد. غرائب عجائب مما هو منقوض بكتاب الله قطعا وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قطعا. والله عز وجل يبدأ الخلق ثم يعيده إعادة كاملة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، وعد، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا مشكلة الإنسان العربي في الجاهلية، ما ركبتلوش في مخه هو كيفاش يعني بنادم لحم ودم ويولي تراب ويعاود يطلع لحم ودم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. مشى جاب العظام قدام منخورين وطحنهم وردهم غبره بحال الفرينه، وجا قدام النبي صلى الله عليه وسلم ونفخ فيهم وطاروا في الهواء غبره عظام. قال له باقي هذا العظام هذا يولي بنادم. وضرب لنا مثلا ونسى قلدته هو نساها، ونسي خلقه خلقته هو كيدار بعد التكون نساها. ايوا طيب هذا العظام الى رب العالمين سبحانه وتعالى عما يقولون عجز يجيبهم، كيفاش جابك انت من والو؟ انت جابك من والو. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والكون كله خلقه الرب جل وعلا من عدم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما قالوش كيف. إذا كنت تعتقد بأن هذا الكون مخلوق وخلقه شي رب، وهذاك الرب اللي يخلقه يعود يخلقه منطقيا، واش اللي دار واحد الحاجة صعيب عليه يعودها؟ بالعكس الإعادة أسهل من البدء. لكن الله سبحانه وتعالى هذا الشيء ما يتقالش في حقه، لأن الإعادة والبدء عنده سيان.
غير زعما هذا العقل القصير ديال بنادم اللي كيبغي يفهم اكثر من القياس، هو هذا المنطق ديالو. قل يحييها الذي انشاها اول مره. قال وهو بكل خلق عليم، زعما ماشي البديه راه واعر عليه والثانيه سهله، لا بحال كل شيء سهل عنده سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا لا يجرب، ماشي كيدير واحد الخليقه تجربه تطلع ما تطلع وعاود يركب واحده اخرى، سبحان هذا نقص، والله موصوف بصفات الكمال. فإذا كنا على يقين بأن الله جل وعلا يبعث الإنسان كاملا في الآخرة، ينبت نبات ويطلع جسد كما أنت الآن بلحم ودم وعينين وشفتين، تسمع وتعي وتتكلم وتتألم وتسعد، ليس على لا هؤلاء ولا هؤلاء. قلت كعقيدة المعري تحاور مع بعض الزنادقة اللي كيقولوا بأنه البعث ما غاديش يكون، فجاوبهم قال المنجم والطبيب كلاهما. قال المنجم والطبيب كلاهما، يعني الطبيب ديال بكري ماشي ديال دابا، ديال دابا الحمد لله احنا في بلاد المسلمين. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن كان قولكما فلست بخاسر، أو كان قولي فالخسار عليكما. يعني هو دار ديك هبل تربح، وهما قالوا لها ودي الأجساد ما غاديش تبعث، غادي تتبعث غير الأنفس. قال المنجم يعني ديك الساعة كان هو الفلكي والفيلسوف في نفس الوقت، يعني ماشي بالضرورة، يعني هذه المصطلحات القديمة هي جديدة مختلفين في المعنى. فأهل الفلسفة والطب والحكمة في ذيك الوقت كانوا من هؤلاء الزنادقة، ليسوا كلهم وإنما بعضهم، وكانوا كينكروا هذا الكلام هذا. وقد رد عليه ابن الغزالي، أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، رد عليهم في كتابه المنقذ من الضلال وفي تهافت الفلاسفة، ورد عليهم في هذه النقطة، في 3 نقط من بينهم هذه. قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات، وقالوا بقدم العالم، وقالوا بإنكار بعث الأجساد. 3 الأمور رد على الفلاسفة فيها. فالمعري قال لهم يا ودي إليكما. قال المنجم والطبيب كلاهما، يعني بجوجهم قالوا لا تبعث الأجساد، قلت إليكما يعني تصنتوا أنا نجاوبكم إن كان قولكما فلست بخاسر. قالوا ما ودي أنا بعدا نآمن، اللهم نآمن بأنه الأجساد غادي تبعث بحال المسلمين، وإلا صدق هذا الشيء اللي قلتوا نتوما صحيح، زعما راه ما كاين أجساد تكون غير الأنفس، فلست بخاسر. ياك متنا وليت أنا تراب وانتوما وليتوا تراب، ما كاين عذاب فيها، زعما إلا ما كان بعث لا أنا لا نتوما فلست بخاسر. وإلا كان كلامي صحيح فالخسار عليكما، لأن انتوما ما أمنتوش أنا بعد آمنت. هذا إيمان باطل، هذا لا يصح، هذا هو هبل تربح. الله تعالى ما معاه شيء هبل تربح، لأن خصك تكون عندك يقين، ماشي أرى ندير إلا كانت هذه هي هذيك، ما كانتش هذيك ما خسر شيء، وهي ما عندكش اليقين في الله جل وعلا. هذا نص إيمان، هذا نص إيمان هو اللي فعلا فلس الناس. ومظاهر الفساد والفجور وإعلان المعاصي راجع قلت إلى الجهل بالآخرة. أنا ما كنت تصورش نهائيا أنه واحد يعني حاس باللهيب ديال النار أنه حقيقة كونية قاطعة ويمشي يزعم على الحرام. ما تفهمنيش هذا الشيء صعيب، ما نتصورش نهائيا أن واحد كيشوف النار ها هي ويمشي يدخل فيها، غير ممكن. عنده مشكل في النظر، ما شايفش النار مزيان، كالجهل الذي وقع لبني إسرائيل، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وفي الآية الأخرى معدودات. قال الله جل وعلا في الرد عليهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ها اللي تلفهم، غرهم من الغرور، تخدعوا باش تخدعوا بالكذبة ديال الفقهاء الأحبار ديالهم، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ولذلك الإنسان قد يغتر بما تمليه النفس، تبدأ تتوهب له النفس. إيوا العمر مازال طويل وأنا باقي في الشباب، ما ندفن شيء شبابي دابا في الجوامع، وندفن شبابي بالنسبة للنساء في الحجاب. شي وحدين يسميوا الحجاب كفان المرأة، سبحان الله. والكفان لا بد منه في نهاية المطاف للرجال وللنساء، كفان حقيقة. سعدات واللي تكفن، مصيبة هو اللي بقى بلا كفن حقيقة. من مات بين أيدي المسلمين ودفنه المسلمون وصلى عليه المسلمون، نعمة كبيرة هذه. ولذلك المؤمن مطالب بالتعرف إلى علم الآخرة بالمعقول. هذا علم خصنا نبداو نتعلمه. أنا حاسس بأن الناس على جهل به، مطلوب نمشيو نتعلموا علم الآخرة، يبعث في النفس طمأنينة، كيعطي واحد السكينة نفسية، راحة مخيرة للنفس، ويعطي للنفس أيضا ورع، يعطيك الاستقامة على منهج الله وصراطه المستقيم، ويعطيك الاستقامة على الصلوات والعبادات، وما كتوليش عندك العقدة ديال المحاسبة على الواجبات والمحرمات. تسعى إلى الواجبات بنفس مرتاحة، وتفر من المحرمات فرارا شديدا، وتولي عندك السكينة والراحة النفسية. علاش؟
لأنه الإنسان اللي ما عندوش اعتقاد الآخرة كيعيش معقد في الحياة، يعيش معقد لأمرين على الأقل واحد فيهم غيكون فيه. فإن كان من المظلومين في الدنيا، إذا كان ما قسملوش الله في الدنيا من الرزق ساعة، أو أنه تظلم وقعت عليه مظالم وما جابلوش الله اللي يرد عليه في الدنيا، وما كيأمنش المزغوب بالآخرة، مصيبة يحسن عوانه هذا. شي ضيق قد هذا ما كاين شيء، يعني ما كيأمنش بالآخرة ومظلوم مكرفص الآن، يعني كيفاش يحل مشكلته؟ ما عنده حل في الدنيا، هو كيشوف، والآخرة ما كيأمنش بها. هذه ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك المؤمن حينما يهضم حقه في الدنيا وهو له عقيدة الإيمان بالآخرة يعيش مرتاح، يدخل الدار ويأكل زيتونة وكاساتي مهاني مرتاح. الراحة والسعادة اللي عنده في نفسه ليست عند صاحب الفيلات أو صاحب المصطبات. إذا كان طبعا هذا الشيء على إيمان ناقص في الرزق، ولكن كامل في الإيمان، هذه نعمة كبرى ليس بعدها نعمة. أعظم نعمة يمكن يعطيك رب العالمين أن يكملك إيمانا. إذا نقصك خلقة أو رزقا أو عمرا أو ولكن كملك إيمانا، فهذه النعم. والكمال ديال الإيمان كاين عند الأنبياء والصديقين والصالحين. ثابت فيه الحديث أنه بعض الأحيان، أنا شخصيا كنت غلط في هذه القضية، هذه العبارة الكامل كنقولوا الكمال ما كاينش بنادم غير لله. الكمال الإلهي شيء، والكمال البشري بشري يكون نسبي، لكن موصوف بالكمال على اعتبار آخر، أنه أعظم أو أرقى مرتبة يمكن يوصل لها الإنسان في الدين، وهي مرتبة الصديقية. وثبت فيها الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك قوله: كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا 4. وذكر عليه الصلاة والسلام مريم بنت عمران، وآسية زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أما في الرجال قال كثير. ومن الكمل من هذه الأمة أبو بكر الصديق. هذه كتسمى مرتبة الصديقية، يعني أعلى مرتبة في الإيمان يمكن يحققها الإنسان من غير الأنبياء، لأن إيمان الأنبياء مشاهدة. إيمان ديال النبي كيكون بالمشاهدة، لأنه كيسمع بودنه الوحي ويرى بعينه حقائق الإيمان. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رأى رب العالمين، أسرى به وعرج به إلى السماء السابعة، ورأى من حقائق الغيب في الجنة والنار ما لم يره أحد من العالمين، بالأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري وفي مسلم وفي غيره. هذا كلام آخر، هذا إيمان لا يجارى، هذا كيعطي ربي للي بغاه من الأنبياء. أما من دونهم فيمكن أن يصلوا إلى كمال الإيمان عن طريق الصديقية. ولذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر سماه الصديق. هذيك السمية ديال الصديق ماشي باه اللي سماها له، ما عندوش هذه السمية دي. الصديق صيغة فعيل المبالغة، لأنه بلغ من تصديق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ما لم يبلغه أحد من العالمين. التصديق دياله للنبوة كان كامل، ما في شيء نبشع ديال التردد أو الشك أو الارتياب أو الظن والتخمين. وبهذا الوصف، بهذا الوصف هذا ديال الصديقية، وصف الله جل وعلا مريم أم عيسى عليه السلام، قال: وأمه صديقة. ولذلك نبه لواحد الكلمة راه كتروج نظرا لشي فيلم شافوه الناس معوج في القصص ديالو التاريخي وفي الإخراج وفي الحقائق ديالو. مريم القديسة ماشي ديالنا حنا، هذه ديال النصارى. عندناش هذه الكلمة ديال القديسة ولا القديس، هذه ديال الكنيسة. حنا عندنا الصديق والصديقة، وهذا نص القرآن. ما قالش وأمه قديسة، وإنما قال وأمه صديقة، وذلك أبلغ ما يمكن أن يصله العبد ويرجوه. فأن يضع العبد إيمان أبي بكر سقفا لإيمانه فقد فعلا أخذ الطريق إلى معرفة الآخرة. يعني كديرها الرقم القياسي وكتبدا تجري في ذاك الاتجاه، شيء جميل. فحيثما أدركك العمر فأنت على خير، لأنك كنت غادي، الله كيكمل بك الطريق إلى ما وصلت شيء في الدنيا. فهذه المعرفة يجب أن تدرك من تصديق حقائق الإيمان، ماشي عبث. أن رب العالمين خلى لنا صور وآيات من القرآن فصل فيها حقائق اليوم الآخر تفصيلا. ذاك الشيء اللي في القرآن من حقائق الآخرة والبعث والجنة والنار وصفات هؤلاء وصفات أولئك، باش يوقع لك يقين وتعيش بهذه الحقائق الليل والنهار.
وكلما قرأت القرآن ازددت يقينا في هذه الحقائق، وتمت لك هذه الطمأنينة التي تحدثنا عنها. كتعرف بأن كاين الآخرة كاينة، والمعرفة ديالك بها معرفة قريبة، بحال واحد الإنسان داز تما لك تجريب، وتجريبك تجريب وجداني ذوقي، لك رؤية، بل لك رؤية قلبية، شفت الجنة وشفت النار بعيون القلب وعيون النفس والروح. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وأولئك الجهلة باليوم الآخر عمي صم بكم عمي. مسدود ما عندك ما دير له، مسدود من ودنيه، مسدود من عينيه، مسدود من بصيرته، مسدود. والله نبه العباد ليبصروا حقائق الإيمان إبصارا. رب العالمين يعني نزل لنا الآيات بصيغ عجيبة جدا تداوي القلب وتنعش الروح وتبعث الحياة في النفس. وسمى الآيات بصائر كما حققت ذلك مرارا في هذا المجلس المبارك. ماشي عباس كنت أنا أكد على هذا المعنى. راه القرآن كيتشاف كما كيتقرأ وتسمع، كيتشاف حقائقه ترى بعين القلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك قلت قال الحق سبحانه قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر مقصود بها الآيات، كتبصر بها بحال النظارة. الحمد لله رب العالمين آية تبصر بها، تلبسها وتولي تشوف، تنظر في حقائق الكون وتبصر نعم الله التي تستوجب الحمد. عسى أن تكون أنت من الحامدين وتتخلق بصفة الحمد لله رب العالمين. بصيرة إذا ما خديتش الآية هكا عمرك ما تستفد منها. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر أي أبصر بالآيات فلنفسه، ومن عمي مسدود مغلوق مزكرم فعليها، لأن الله بصرك بالحق فما أردت أن تبصر. ولذلك قال بعد وما أنا عليكم بحفيظ بلى من كسب سيئة. آية عظيمة رهيبة والله فعلا. يعني الإنسان اللي يتأملها يصاب بالعجب كيف يكسب الإنسان السيئة، ويصاب بالخوف أن يكون ممن يكسب السيئة. الحق يقرر قاعدة وهي أن السيئات إنما يكسبها العبد بنفسه وبإرادته وبقراره. الشهوة تعمي الإنسان، كتعميه وتغره، تخليك تقول ودي العمر باقي طويل ومازال نتوب وعندي فرصة وكذا. هذا هو الخطاب الشهواني الشيطاني الذي يعمي بصيرة القلب، فتسعى إلى حتفك بنفسك وتكسب سيئتك التي تحيط بك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله منه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. شحال هذا المعنى التعود في القرآن؟ يكاد يكون القرآن كله هكذا، لأن أخطر شيء في الحياة هو هذا المشكل كله. والقصة ديال الكون وديال الخلق مبنية على أننا غادي نموت ونعود نحياو. هذا هو المشكل. وفي هذا افترقت الأمم كلها. هنا تفرقوا الناس، لأن التصور ديال الأمم والأديان للحياة الآخرة هو مناط ومرجع الافتراق والتميز بين الناس مع غيره من الأمور الأخرى. ولكن هذا يعني فاصل كبير. النصارى يقولوا كلام، واليهود يقولوا كلام، والمجوس يقولوا كلام في تناسخ الأرواح ديالهم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القضية قضية إيمان حق بالآخرة، عن أن البعث كائن، وما تخليش الغرور يسيطر عليك. لو أن النصرانية أو اليهود فكر بحق وبصدق غير ما يكذبش على نفسه في حقائق الآخرة والبعث بعد الموت لوجد قلقا في نفسه، غيتصب واحد النوع ديال الرعب والقلق. علاش؟ لأن الدين ديالو بالشكل المحرف اللي راه كاين دابا ما كيعطيش الأجوبة الحقيقية، فيه الكذوب بزاف، أجوبة لا تقنع أبسط الناس في الدين ديالنا. احنا الدراري الصغار وما تقنعهمش هذيك الأجوبة اللي تعطيها الأناجيل وتعطيها التوراة المعاصرة، العهد القديم والعهد الجديد، أجوبة تافهة. كيفاش أنا نزبلها ونديرها حمرة جمرة غير يكفي أنني نأمن بالمسيح راه هو من اللي تصلب كفر عليا؟ ايش هذا الكلام الخاوي؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. انت ديرها كما بغيت والمسيح يهزها،
يعني كلام لا يقبله العقل ولا ترتاح إليه النفس ولا إذا اللي بغى يطغى في الدنيا واللي بغى يفجر يدير كل شيء. لا يقوم إذن الكون على أساس من العدل، هذا منافي الحقائق. الكون الطبيعة والعدل منافي المنطق ديال الحياة المادي، ماشي كاع اللي فيه الإيمان. الناس اللي يحسبوه في الرياضيات ما يقبلوش هذا الشيء، من غير المؤمنين كفار ملاحدة. الإسلام بنص القرآن يعطي الحقائق عدلا، ميزان. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته، هذا بوحده ما يمكنش يتخلطوا مع الآخرين، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا، ماشي تأمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتقول هو غادي يهز عليا، لا، وعاملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سبحان الله العظيم، يعني القرآن واضح مريح. ومن هنا الرب الحكيم العليم أنزل في كتابه علم الآخرة كاملا، علم الآخرة كامل. وأسميه علما لأن الله سماه علم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه علما كسائر العلوم. عنده البداية دياله وعنده النهاية دياله وعنده المقدمة وعنده مراتب، وكل واحد فين واصل فيه، كأي صناعة من الصناعات الدنيوية والحرف والمهن، وكأي علم العلوم الدنيوية والعلوم الشرعية وعلوم الدينية كلهم بحال. لما نقولوا علم يعني مركب على قواعد ومناهج وأدوات، وعنده مقدمات وعنده وسائط وعنده نهايات، ومراتب الناس فيه تختلف. أي صناعة أي مهنة أي علم الناس فيه مختلفين. كاين اللي عاد كيقرأ، كاين اللي طبيب كامل، كاين اللي طبيب متوسط، كاين اللي باقي كيقرأ في كلية الطب. علم صنعة لها مقدمات ولا ممهدات ولا وسائط ولها نهايات. فكذلك الآخرة علم. والإنسان عليه إذن أن يدخل مدرسة الآخرة، مدرسة مقررها كتاب الله جل وعلا، كتاب الله القرآن العظيم، والسنة النبوية مبينة في هذا لمغلقاته أو لمجملاته. الكتاب اللي هو كلام الحق سبحانه، كلام رب الكون، كلام رب الآخرة، مولاها اللي خلقها ومهدها وهيئها، هو تكلم معنا سبحانه وتعالى ماشي غيره. ولذلك نقول في صلاتنا كل يوم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ملكا وملكا وملكا، عنده الملكية ديالها الآخرة، وهو ملكها القاهر فيها، المسيطر الحاكم فيها سبحانه وتعالى، ولا تنسب لأحد سواه. هذا الرب العظيم حدثنا عنها تفصيلا وجاءنا بعلمها كاملا وندبنا إلى الانخراط في سلك مدرستها. لكن الناس مع الأسف ما باغينش يدخلوا هذه المدرسة، شاردون هاربين من المدرسة ديالها. فهؤلاء لن يكونوا أبدا إلا عميا صما بكما عميا، لأن النظر الحقيقي للكون وللحياة لا يكسبه العبد إلا بعد أن يتمكن من هذا العلم ويكون فيه من الراسخين. أنئذ يدرك حقيقة الذنب ديك الساعة ما يوليش عنده سهل، لا يستصغر الذنب، ما يجيش الذنب يقول هذه صغيرة، ما عندوش صغيرة، الذنب ذنب. فالعبد إذن حينما يعرف هذه الأشياء يبادر إلى الورع درجة فوق التقوى، لأن التقوى كتشوف الشر وتخاف منه وتبعد منه، حسن. ولكن الورع كيجيك الخبر ديال الشر من هاد الجهه مازال كاع ما شفتو، غير جاك الخبر ديالو من هاد الجهه كتقبط انت طريق اخرى كاع ديك الجهه ما تدوز فيها. ولذلك قال: وخير دينكم الورع. حاجه فيها الشك كتركها، هذه معناتها حاجه فيها الشك كتبعد منها، ما تبدا تزاحم تخرج منها انت الحليب، والضرع خاوي ما فيه حليب تخرج الدم. فلذلك من الورع ترك بقيه من الحلال بينك وبين الحرام. خلي بينك وبين الحرام واحد سترة ديال الحلال، راه عرفناها حلال، ولكن كتغلظ الصور غلظوا عرضوا بينك وبين الحرام، تمشي مرتاح. ولذلك صاحب العلم بالآخرة قلت لا يعيش إلا مطمئنا، كيعطيك الطمأنينة، كتعرف بأن المحكمة ديال رب العالمين العادلة كاينة في الآخرة الكاملة في الآخرة، وأنه حتى واحد ما غادي يفلت بشي ذنب أبدا، يخلصوا إلا أن يعفو الله جل وعلا فيؤديه عنه. مهم أنت حقك يوصلك،
ولذلك تعيش مطمئنا وتعلم أن الذي أخذ منك حقك في الدنيا لن يتمتع به أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. فالعبد إذا داوم على ورد القرآن العظيم وداوم على ذكر الله جل وعلا بشتى ألوان الذكر الثابت الصحيح، يكون آنئذ قد دخل في مدرسة الآخرة، لأن هذا المقرر ديالها كتاب الله وذكره جل وعلا على كل حال. فالقرآن العظيم أنزله الحق سبحانه وتعالى لهذا، باش يعلم الإنسان علم الآخرة ولا يرتبط بالدنيا ارتباط غرور، بل يتعلق بالله وباليوم الآخر ويبني عمران الدنيا من أجل الآخرة. هذه القصة ديال القرآن الكريم من البداية حتى النهاية. فماذا فيه مما ليس بهذا؟ كل شيء فيه مرجعه إلى هذا. الحقيقة الأخروية النبأ، الله سبحانه وتعالى سماه نبأ عظيم، خبر. النبأ هو الخبر. خبر ديالاش؟ خبر ديال الآخرة. أول كلمة قالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للقبائل العرب، أول كلمة من بعد ما جمعهم في خطبته الأولى، أول خطبة دار على صخرة الصفا، حجرة ديال الصفا اللي كاينه حدا الكعبة. طلع لتما وغوت في الناس، يا بني فهر يا بني هاشم يا بني، جمع القبائل ديال العرب ديال قريش كامل، تجمعوا كل شيء كيشوف. فدار لهم تمهيد، ومن بعد التمهيد عطاهم خبر واحد ما زادش عليه اثنين. تمهيد قال لهم: لو أني أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من وراء بطن هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك من كذب. لو أنني قلت لكم بأن راه واحد الخيل جاي غادي يهجم عليكم من هنا من ور هذا الوادي أتصدقوني؟ قالوا: دي عمرنا ما جربنا عليك الكذب. قال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وما زادش كلمة واحدة، خبر، نبأ الآخرة، لأنه هو اللي متعلق به المصير ديالنا. وهذا النبأ مفصل في القرآن ذكرا، كيخلي الإنسان الذي يقرأ القرآن ويتدبر ويتأمل ويجعل من القرآن ورد يومي يداوم عليه، سيملأ قلبه إبصارا بحقيقة الآخرة ويجعله طالب علم مجد في مدرسة الآخرة. وكذلك ذكر الله على كل حال بشتى ألوان الذكر الصحيحة الصالحة تخلي الإنسان كيتعمر بعلم الآخرة. وما أجمل الحياة للآخرة لو كان الناس يعلمون. شحال واحد مسكين غالط في الدين كيتحملوا بنادم مدين راه معذب ومعقد ومخشب، لا يكون مثل هذا إلا مخطئا في الدين. لما تلقى واحد مدين فعلا ومعقد ومزكرم أبدا حرام، هذاك واش كيعرف الدين؟ ما الدين إلا جمال وكمال وذوق الحياة. لمن يعرف ذوق الحياة حق الحياة. أكبر الذواقين للحياة وجمالها هم المتدينون، وعلى رأسهم الأنبياء أولا. سيدنا محمد تبعث بيئة مخشبة محجرة سميتها الجاهلية، ويقف أمام جبل أحد، قدام جبل أحد، ويقول للصحابة: هذا جبل يحبنا ونحبه. ولي سيدنا محمد يعلم الناس كيفاش يحبوا الحجر. كاين شي جمال بحال هذا، ويهز نبتة بقلة بحال النعناع ولا بحال البقول ولا بحال أي نبات، بقلة يهزها ويقبلها يبوسها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم كيفاش يحبوا النبات والشجر، يحبوا الحياة، لأنها أنفاس تتنفس بأشكال مختلفة من خلق الله وإبداعه العظيم. الجمال الحق في الدين. ويخطئ الدين، كيغلطوا في الدين جوج الناس: متدين بمنهج مقلوب، وواحد في خطرة مفضي من الدين. هاد جوج انواع انا بالنسبه لي يعني بحال في فهم الدين من حيث هو جمال، ما كيدركوش الجمال ديال الدين. اما داكشي اللي عند الله هذا حاجه اخرى لا يستويان قطعا، ولكن كنتكلم على الجانب الجمالي ديال الدين. هادو بجوج غلطين فيه. وفي الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. سيماء الإسلام جمال وكمال. ولذلك يجعلك القرآن صاحب ذوق للحياة وذوق للآخرة، ويجعلك ذكر الله جل وعلا صاحب مشاهدات، عندك بصيرة تشاهد الحق جليا وتشاهد الباطل واضحا، وتتأسف بعد ذلك لعمى العميان، كما قال الله جل وعلا في القرآن: يا حسرة على العباد. الله لا حسرة فعلا المساكين اللي تالفين ودايخين ويجهلون حقائق الدين إلى درجة محاربتها. مأسوف عليه، والله لا مأسوف عليه، مأسوف عليه. يا حسرة على العباد ما ياتهم من رسول
إلا كانوا به يستهزئون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.